مساء الخير. هنكمل مع بعض lesson 3 من الاكسبوننتس وهناخد property جديدة اللي هي النيجاتيف exponents. الحقيقة النيجاتيف exponents انا خليتها في lesson لوحدها لانها مهمة جدا، ودايما المسائل التريك اللي فيها تريك اللي بتيجي في الامتحان بتبقى غالبا على النيجاتيف exponents. عشان كده قلت خلينا نركز في الليسون النيجاتيف exponents ده لوحده ونحل مسائل عليه لوحده تماما. اوكي طيب، ايه هي النيجاتيف اكسبوننت او ايه هي البروبرتي او الديفينيشن اوف نيجاتيف اكسبوننتس؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي definition for negative exponents we define a negative power as the multiplicative inverse of the base raised to the positive opposite of the power. تمام؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ معنى ايه؟ بيقول لي لو انا عندي x to the power minus n هتبقى equal to 1 over x power n. تاني تعالوا نشرح الكلام ده كده بالراحة ونقول يعني ايه. بيقول لي ان انا لو انا عندي اي نمبر لو انا عندي اي نمبر مثلا عندي x to the power minus 2. تمام؟ اوكي طيب، بالمناسبة في الماثماتكس مفيش حاجة اسمها x او اي expression to the power negative number. يعني مفيش حاجه اسمها power negative في الماثماتكس. يعني انا ما اعرفش احل حاجه بالنيجاتيف باور، انا اعرف البوزيتيف باور. يعني مثلا لما تقول لي x باور 2 فاقول لك الاكس باور 2 هي x تايمز x مرتين. لما تقول لي الاكس باور 4 اقول لك يعني الاكس تايمز نفسها 4 مرات. تمام؟ انما لما تقول لي x to the power minus 2 يعني ايه؟ يعني هعمل multiplication للاكس تايمز نفسها minus 2 تايمز. يعني ايه minus 2 تايمز؟ انا ما عنديش حاجه اسمها ان انا اعمل multiplication لنمبر او expression بالماينس، انا اعمل بالبوزيتيف. يعني مثلا يعني مثلا خلينا ناخد ارقام. يعني لما تقول لي ايه 2 to the power 3 هقول لك والله خلاص 2 to the power 3 هي 2 times 2 times 2 times 2، بعمل ال 2 تايمز نفسها 3 مرات. تمام؟ لكن لما تقول لي 2 to the power minus 3 ده معناه ايه؟ هعمل ال 2 تايمز نفسها نيجاتيف 3 مره. مفيش حاجه اسمها كده. تمام صح؟ فقالوا خلاص ماشي، احنا لازم نلاقي طريقه نعمل ليها ري رايت للاكسبريشن بالنيجاتيف باور. يعني الحاجه اللي فيها نيجاتيف باور لازم نكتبها بطريقه ثانيه بحيث ان انا ما يبقاش عندي النيجاتيف باور ده، لان النيجاتيف باور ده عامل لي مشكله. تمام؟ فقالوا ايه؟ قالوا بص، لما يبقى عندك حاجه بالنيجاتيف يعني x باور نيجاتيف نمبر هتكتبها كده، هتقولي الاكس باور نيجاتيف 2 الاكس تو ذا باور نيجاتيف 2 هي equal to 1 over x باور 2. يعني انا عرفت احول الاكس تو ذا باور minus 2 خليتها تو x باور 2. بس خلي بالك عشان تعمل لي التحويل ده لازم تاخد لي الريسيبروكال اوف ذا x باور 2 علشان يفضل الاكسبريشن محافظ على نفسه. يعني ما ينفعش اقول x to the power minus 2 equal x باور 2، لا هي equal 1 over x باور 2. تمام؟ دي رول او ثيوري هي ليها جاستيفيكيشن على فكره هقولها لكم دلوقتي. بس ايه، خليك عارف بس دلوقتي او المعنى او الديفينيشن اوف نيجاتيف اكسبوننتس معناها كده بالظبط، ان انت لما يبقى عندك اكسبريشن ليه باور بالنيجاتيف باخد الريسيبروكال اوف ذا اكسبريشن. بالعربي كده بنقول ايه؟ بشقلب الاكسبريشن، يعني بخليه 1 اوفر الاكسبريشن ده واغير الباور اخليها من نيجاتيف باور لبوزيتيف باور. يعني ايه؟ يعني مثلا لو قلنا 2 to the power minus 4 هكتبها كده تبقى equal to 1 over 2 to the power 4. والعكس صحيح، لو انا عندي 1 over 2 to the power minus 3 to the power minus 3 هي equal ايه؟ هطلع ال 2 power minus 3 هطلعها فوق واغير الساين اوف ذا باور، بدل ما تبقى minus 3 تبقى positive 3. هو ده معنى الريسيبروكال او هو ده معنى الديفينيشن، ان انا باخد الانفرس اوف ذا بيز raised to the positive opposite of the power. بعمل ريسيبروكال للاكسبريشن وباخد البوزيتيف باور بدل النيجاتيف باور. تمام؟ طيب حلو قوي. واحد مثلا ممكن يقول لي ايه؟ يقول لي ماشي يا مستر بس هو يعني اوكي دي رول وانا حفظتها وبحل بيها، هل هي ليها جاستيفيكيشن؟ يعني ليها لوجيك؟ طبعا اكيد ليها لوجيك.
تعالوا مثلا نقول حاجه، خلينا مثلا نقول ايه، لو انا عندي 2 to the power minus 2. اوكي، 2 to the power minus 2 اتفقنا by definition of negative exponents هي ايه؟ هي عباره عن 1 over 2 power 2 صح؟ طيب هقول لك ليه دي لوجيك، ليه الرول دي لوجيك. هي ال1 فاكرين لما كنا بنقول في الفيديو اللي قبل كده او في الفيديوهات اللي قبل كده ان انا اي نمبر او اكسبريشن عندي باور 0 هو ايكوال 1 صح؟ يعني انا مثلا لو عندي 3 باور 0 هي ايكوال 1 صح؟ لو عندي 2 باور 0 هي ايكوال 1، اي نمبر او اي اكسبريشن باور 0 هو ايكوال 1 تمام؟ طيب مش انا ممكن هنا ال1 دي اكتبها 2 باور 0 صح؟ مفيش مشكله، هكتب هنا ايه 2 باور 0 اوفر 2 باور 2 باور 2. طيب لو انا جيت هنا استخدمت البروبرتيز اوف اكسبوننتس، البروبرتي اللي بتقول لي لو انا عندي x باور n اوفر x باور m هي ايكوال تو x وبعمل سبتراكشن للباور n ماينس m، لو انا طبقت البروبرتي دي طبقتها هنا هيطلع عندي ايه؟ ايكوال 2 وهعمل سبتراكشن للباور 0 ماينس 2 هي ايه؟ هي ماينس 2. يعني معنى كده ان انا الديفينيشن ده عندي مظبوط، يبقى 2 باور ماينس 2 انا اقدر اكتبها 1 اوفر 2 باور 2. ده بس اللي عايز يفهم هي جت منين او الرول دي جت منين تمام؟ لكن انا اللي يهمني ان انت تبقى عارفه انك انت عشان تحول اي اكسبريشن من نيجاتيف باور لبوزيتيف باور عشان اعرف اشتغل واعمل اوبريشنز باخد ايه؟ باخد الريسيبروكال اوف ذا اكسبريشن وبغير في الساين ايه؟ الساين اوف ذا باور، بدل نيجاتيف تبقى بوزيتيف تمام؟ اوكي طيب كلام جميل جدا جدا جدا. تعالوا بقى نحل اكزامبلز على الكلام اللي احنا خدناه ده. اوكي يلا بينا. اكزامبل بيقول لي 3 باور ماينس 5 هي ايكوال تو 1 اوفر 3 باور 5 تمام؟ طيب 1 اوفر 2 باور 8 هي ايكوال تو باور ماينس 8. y باور ماينس 2 هي ايكوال 1 اوفر y اوفر 2. يعني بيقول لي ان ال y to the power minus 2 هي 1 over y to the power 2 تمام؟ طيب حلو جدا. تعالى بقى هنا نشوف، لو انا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي 8 to the power 6 power minus 3 equal ايه؟ equal ايه؟ احنا اتفقنا علشان نغير من الاكسبريشن وبدل ما نخليه بالنيجاتيف باور نخليه بوزيتيف باور بنعمل ايه؟ بنعمل ريسيبروكال للاكسبريشن اللي عندي. طيب هنا ال8 في الابر تيرم صح؟ وال6 هنا الداون تيرم. اذا لو انا ال6 طلعتها فوق بقت هي الابر تيرم وال8 نزلتها تحت بقت هي الداون تيرم، يبقى انا عملت ايه؟ عملت ريسيبروكال للاكسبريشن. يبقى انا هنا هعمل ايه؟ عشان احولها لبوزيتيف باور كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ايه؟ هكتب 6 اوفر 8 بعمل ريسيبروكال للاكسبريشن، بشقلب الاكسبريشن اللي فوق تحت واللي تحت فوق، والباور نيجاتيف 3 ده هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي باور 3 بس كده. حلوه جدا، بروبرتي بجد حلوه جدا. 8 باور 6 بقت 6 باور 8 والباور بدل ما نيجاتيف 3 بقى بوزيتيف 3 تمام؟ طيب تعال نروح للسلايد اللي بعديها. مديني برضو شويه براكتس، بيقول لي 4 to the power minus 3 ومديني multiple choice. اتفقنا ان ال 4 to the power minus 3 هتنزل تحت هتبقى 1. بالمناسبه عشان برضو الناس اللي بتتلخبط هو ال 4 to the power minus 3 هي ممكن اكتبها ان هي over 1 صح؟ فلما باجي باخد الريسيبروكال بتاعها عشان كده بكتبها هي 1 over 4 to the power ايه؟ power positive 3 صحيح؟ تمام. طيب يبقى هنا الانسر نمبر سي تمام. طيب ناخد المسألة اللي بعديها. بيقول لي 3 to the power minus 8 time 7 to the power 3 ومديني ايه؟ مديني multiple choice تمام. طيب 3 to the power minus 8 time 7 to the power 3 all to the power minus 2 equal. اتفقنا هنا مديني اكتر من property في المسألة، يعني انا هستخدم اكتر من property عشان احل المسألة. طيب اول property
اول property هاخد الاوتر exponents. تعالوا كده نحل المساله دي. تعالوا نفتح white paper. تمام، نفتح white paper جديده ونحلها. المساله دي مهمه جدا. بيقول لي ايه؟ in 3 to the power minus 8 3 to the power minus 8 times 7 to the power 3 times 7 to the power 3 all to the power minus 2. تمام، بيقول لي simplify. اوكي طيب هنا يعني اوكي واضح قوي ان في نيجاتيف اكسبوننتس، بس قبل ما افكر في فكره النيجاتيف اكسبوننت انا عندي هنا تو اكسبريشن معمول لهم مالتيبليكيشن وبعدين معمول لهم الاثنين مع بعض باور تو ذا ماينس 2. يبقى انا هستخدم البروبرتي اللي في الاول خالص اللي بتقول لي ان انا ايه؟ بعمل ديستريبيوشن للباور. بصوا يا جماعه، لما يبقى عندي اكسبريشنز معمول لها باور، تمام، دايما اول تركيزي بيبقى ازاي ان انا اعمل ديستريبيوشن للاوتر اكسبوننت للانر اكسبريشن، وبعد لما اعمل ديستريبيوشن للاوتر اكسبوننت ابدا بعد كده بقى افكر في الانر اكسبريشنز هعمل فيها ايه. تمام، عشان ايه؟ عشان ما نتلخبطش. يبقى اذا اول ستيب عندي ان انا هوزع الباور على الاكسبريشنز اللي عندي. ده لوحده اكسبريشن وده لوحده اكسبريشن تاني. انا عارف ان انا عندي باورز هنا كتير، باورز جوه وباورز بره وفي نيجاتيف باور، فانا عارف ان ممكن الناس تكون متلخبطه شويه، بس انا ايه؟ بمشي نفس الستبس هي. تمام، ببدا الاول اعمل ديستريبيوشن للاوتر باور على الانر اكسبريشن. فهقول هنا عندي ايه؟ يبقى عندي 3 to the power minus 8 all to the power minus 2 times الاكسبريشن الثاني اللي هو 7 to the power 3 7 to the power 3 all to the power minus 2. تمام، طيب ادي كده استخدمت property من البروبرتيز. طيب الخطوه الثانيه هعمل ايه؟ هكتب البيز واعمل multiplications للباورز في كل اكسبريشن. هاخد الاكسبريشن الاولاني وهقول له يبقى انا عندي 3 وهعمل multiplication للباور minus 8 times minus 2 equal to positive 16 صح؟ times الاكسبريشن الثاني 7 باور 3 باور minus 2. هكتب ال 7 واعمل ايه؟ multiplication للباورز هيبقى 3 باور minus 2 equal to minus 6. تمام طيب ممكن اسيبها كده. انا كده خلاص عملت السمبليفاي بتاعي. ممكن اسيبها كده، وممكن بقى لو انا يعني بقى ايه فاهم قوي وعايز اكتب المساله بسمبليفيكيشن حلو كده، اقول له ايه؟ اقول له لا انا ما بحبش منظر النيجاتيف باور ده، فانا هكتب 3 باور 16 وال 7 to the power minus 6 هنزلها تحت تبقى 7 to the power 6. تمام، ده يعني ايه؟ لو قال لك مثلا solve without negative exponents، يعني انا مش عايز في الحل اشوف negative exponents فهتعملوا الستيب دي، لكن انت لغايه الستيب اللي فوق انت كده ايه؟ انت كده حليت المساله. فطلع الانسر عندي هو 3 to the power 16 times 7 to the power 6 3 to the power 16 times 7 to the power minus 6 اللي هو التشويس نمبر B. تمام، طيب نيجي برضو هنا select the equivalent expression وبيقول لي 3 to the power minus 6 over 7 to the power minus 3. تعالوا كمان نفتح white paper تاني عشان نحل. 3 to the power minus 6 3 to the power minus 6 3 to the power minus 6 times divided 7 to the power minus 3 divided 7 to the power minus 3 and all to the power 5 all to the power 5. اوكي، وبيقول لي simplify. طيب اتفقنا ان انا اول حاجه مش هشغل بالي بالباورز الانر. انا اول حاجه ايه؟ اعمل ديستريبيوشن للاوتر باور على الانر اكسبريشن. تمام، فاقول ان انا عندي 3 to the power minus 6 باور 5 وبعدين كمان الاكسبريشن اللي تحت بعمل له باور 5 هيبقى عندي 7 باور minus 3 all to the power 5. كده عملت ديستريبيوشن لايه؟ للباور. تمام، طيب ابدا استخدم البروبرتي الثانيه ان انا بكتب البيز زي ما هو وبعمل multiplication للباور minus 6 times 5 ب minus 30 وكمان في الاكسبريشن اللي تحت هيبقى عندي 7
7 to the power minus 3 times 5 هتبقى minus 15. تمام؟ طيب هنا عندي ايه؟ عندي 3 to the power minus 30 وهنا 7 to the power minus 13. لو عملت reciprocal للترم ده ال 3 باور minus 30 لما اشقلبها اخليها تحت تبقى ايه؟ تنزل تحت تبقى 3 to the power 30 صح؟ طيب وال 7 to the power minus 15 لما اطلعها لفوق تبقى ايه؟ تبقى 7 to the power positive 15 to the power positive 16 وده طبعا احسن طريقه للسمبليفيكيشن او كده الشكل الاكسبريشن من غير نيجاتيف اكسبوننتس هو ده المطلوب عندي. تمام. طيب نيجي نحل، عايزين ناخد برضو ايه مسألة يكون فيها فكرة جديدة شوية. select the equivalent expression and select the equivalent expression برضو نفس الفكرة. تمام. طيب تعالوا هنا ناخد مثلا المسألة يعني دي، تعالوا انا عايز مسألة مختلفة شوية. طيب تعالى هنا بيقول لي 8 to the power minus 5 divided by 2 to the power minus 2 and all to the power minus 4 بيقول لي select the equivalent expression. طيب هنا انا ممكن اعمل حاجتين، يعني المسألة دي ممكن احلها بطريقتين، تمام. بيقول 8 to the power minus 5 خلينا برضو نحلها في white paper 8 to the power minus 5 8 to the power minus 5 divided by 2 to the power minus 2 2 to the power minus 2 and all to the power minus 4. طيب في هنا طريقتين. الطريقة الأولانية اللي احنا متعودين نحل بيها دايما ان انا اعمل distribution للباور على كل ترم، يعني اعمل هنا 8 to the power minus 5 power minus 4 و 2 to the power minus 2 power minus 4. تمام. طيب وفي بقى طريقة تانية ان انا هعمل ايه، ودي طريقة اللي هي يعني ايه بعمل فيها بالظبط 2 أو 3 properties في خطوة واحدة، ان انا ممكن اعمل reciprocal للاكسبريشن. تمام. يعني 2 power minus 2 تطلع فوق تبقى 2 power 2 وال 8 to the power minus 5 تنزل تحت تبقى 8 to the power 5. اوكي تمام. 8 power minus 5 divided by 2 power minus 2 and all to the power minus 4. هنعمل أول خطوة هنعمل distribution للباور عندي هيبقى 8 power minus 5 times minus 4 هيبقى positive 20 divided by 2 power minus 2 power minus 4 هتبقى 2 to the power positive 16 هيبقى 8 power 20 divided by 2 to the power 16 8 over 20 divided by 2 to the power 16 أنا آسف to the power 8 أنا آسف هيبقى power 8 هنا negative 2 times negative 4 هتبقى positive 8 هيبقى 8 to the power 20 divided by 2 to the power 8 اللي هي expression number 3. نفس الحكاية هنا a to the power minus 3 divided b power 2 all power 4 هيبقى عندي 8 ال a to the power minus 3 times 4 هيبقى minus 12 وال b هتبقى b power 2 times 4 هيبقى b power 8 هيبقى 1 over a power 12 divided by e. تعالوا نحل دي كمان تاني. يعني هنا هقول له ايه؟ هقول له ان انا هعمل distribution للباور هيبقى عندي 8 to the power minus 3 times 4 اللي هي minus 12 و b power 2 times 4 هيبقى b power 8. بعمل ايه؟ بعمل multiplication للباور. تمام. هيبقى equal to ال a power minus 12 لما هتنزل لتحت هتبقى a to the power 12 هيبقى عندي 1 over b power 8 times a to the power 12 اللي هو عندي ال choice number b. نفس الكلام هنا select the equivalent expression 5 power 4 times b power minus 8 all to the power minus 6 فال 5 power 4 power minus 6 هتبقى 5 power minus 24 5 power minus 24 times b power minus 10 times minus 6 هيبقى b to the power 60 times b to the power
60 تمام اوكي and equal to البي باور 60 بالبوزيتيف هتفضل فوق زي ما هي وال 5 باور ماينس 24 هتنزل تحت يبقى بي باور 60 فوق وتحت هيبقى عندي 5 باور positive 24 and we are done.